طب ممكن حضرتك تكلميني كمان اسبوع لان انا في كوكب المريخ دي مش فاهم الارقام اللي انت بتقولي عليها. بدور على 13000 جنيه ادفع بيهم مصاريف الترم التاني. مساء الخير. معاكم في حلقة جديدة من برنامج ترن وهنعمل مقلب جديد في ضيف جديد النهاردة. الضيف اللي معانا النهاردة ضيف عزيز على قلبي جدا واخويا وصديقي من سنين، وانا متضايقة جدا انا بعمل في المقلب ده لان هو شخص يعني بجد منتهى الاحترام، وان شاء الله يعني يفضل منتهى الاحترام معانا في الحلقة. معانا النهاردة محمد نشأت. ربنا يستر. اصل محمد طيب قوي بجد، يعني انا متضايقه ان انا بعمل فيه كده. الو، مساء الخير. استاذ محمد نشأت معايا؟ ايوه يا فندم. استاذ محمد نشأت المذيع والممثل صح؟ ايوه يا فندم. انا بحب البرنامج بتاعك قوي بجد. ربنا يخليكي، كتر خيرك. بجد شكرا. انا كنت دايما بسمعك وانا في العربيه وانا في البيت، وكنت بسمعك في كل حته والله العظيم. بجد انت مذيع هايل وممثل هايل بجد بجد بجد، وعندك كاريزما فظيعه. معاك منا من شركه اميمه للاعمال النايمه، شركه تطوير عقاري، واحنا دلوقتي استصلحنا حته ارض في المريخ وزرعناها وحواليها عملنا كومباوندز. الكومباوندز دي دلوقتي بنبيع المتر فيها بارقام يعني بجد كويسه قوي، فانا حضرتك اترشحت معانا عشان تشتري حاجه في الكومباوند. ايه راي حضرتك؟ بكام يا فندم؟ حضرتك الوحده حضرتك عايز تاون ولا توين ولا ستاند الون؟ لا تاون طبعا تاون. تاون. المقدم 5% 150 مليون. ال 5% 150 مليون ولا هو سعرها كله؟ لا 5% 150 مليون، يعني 10% 300 مليون، يعني 3000 مليون. ده الوحده كامله على بعض. ممكن تدفعها كاش لو حابب نعمل لك خصم 2%. دي في مصر هنا؟ دي في المريخ، كوكب المريخ. ايه كوكب المريخ دي مش فاهم؟ احنا قلنا ان احنا حسينا ان احنا بقينا كتير قوي، فقلنا نستصلح حته ارض واشترينا حته الحمد لله على المريخ. ودي بيروحوا لها ازاي يا فندم؟ احنا بتروح لها ما بترجعش، يعني بتقعد هناك بقى. ده تغيير. وهناك عندهم راديو وتلفزيون وكده؟ حضرتك الموضوع بقى سهل جدا، يعني الساتلايت ما خلاش يعني موضوع سهل يعني، صدقني. وبعدين هنعمل هناك راديو وهنعمل تلفزيون، هنعمل كل حاجه، وهنشتغل هناك وهنعمل كل حاجه، صدقني. طيب سهل. طب ممكن حضرتك تكلميني كمان اسبوع لان انا الاسبوع ده فعلا يعني بدبر حاجه كده. حضرتك اكيد دلوقتي كده يعني بتعتذر لي بالذوق. انا يعني لا مش بعتذر لك والله. انا اصلا يعني دلوقتي بدور على 13000 جنيه ادفع بيهم مصاريف الترم التاني، ماشي، بتاع العيال والمدارس وكده. فسيبي يعني هجيبهم الاول وبعدين نشوف الارقام اللي انت بتقولي عليها. حضرتك اشتري مني والله. انا بقول لك بدور على 13000 جنيه. حضرتك عندك ولاد في المدارس؟ شكلك صغير جدا. بسم الله ما شاء الله، ربنا يخليهم لك. عندي والله والمدارس بكره، وفقالوا لو ما دفعش المصاريف مش هيطلعوا النتيجه. ففي ليله سودة كده ساعتك يعني. حضرتك لا يعني لا، اتمنى لك طبعا كل خير، بس صدقني دي فرصه. يعني انت لو قلت للولاد هم بيبقوا يعني ابديتد بالحاجات دي، هتلاقيهم عندهم معلومات عن المشروع بتاعنا. بصي انا اصلا بلاك ليست في البنك المركزي، حتى يعني مش هعرف اعمل وادفع المصاريف وبعدين نشوف هنعمل ايه. بعد الشر عليك يا استاذ محمد، ده انت قيمه وقامه وكل الناس تتشرف بيك، يعني ما تقولش كده. والله العظيم 3 يا بنتي. حسابي البنك فيه جنيه 100 جنيه و42 قرش. ده كده حضرتك يعني ده رصيد يعني انا مش عارفه ابيع لك النهارده. لا بقول لك جنيه و42 قرش، يعني فاهم؟ حتى 42 قرش مش فاهم. طب عملوها ازاي؟ يعني جابوها من اشتريت انا ايه عشان يبقى في 42 قرش في الاساس؟ طب حضرتك ترشح لي حد من الممثلين، حد من المطربين، حد كده يعني من المشاهير اصحاب حضرتك كتير يعني. بصي عندي واحد صاحبي اسمه محمود المليجي. محمود المليجي عارفاه. ده مليونير. مليجي اوكي. ده مليونير يعني، هو يقدر يخش معاكي ويدوس معاكي في الحاجات دي. بس لو اتصلت بيه الرقم بتاعه هيبقى واقف لانه ما دفعش الفاتوره، بس ده يعني ازمه مؤقته، بس بعد كده هيدفع يعني. خلاص انا هكلمه واقول له استاذ محمد نشأت هو اللي اداني نمرتك، فيا ريت تبعت لي بس نمرته على الواتساب عشان اتصل بيه. بس هتفوتك بجد، يعني هتفوتك. انا كنت هعمل معاك انترفيو عشان انترفيو، يعني انت طبعا عشان خاطر تسكن عندنا لازم نعمل مع حضرتك انترفيو، لان هم بيقولوا لازم يكونوا متاكدين ان الناس مؤهله ان هي تعيش في الجو زي ده يعني.
فانما خلاص لو حضرتك مش حابب بقى للاسف يعني خلاص يعني هعمل ايه يعني قدر الله ما شاء فعل. تتعود ادفع المصاريف بس وبعدين نبقى نشوف ان شاء الله. ان شاء الله اكلم حضرتك تاني اول ما تدفعهم، ونمره حضرتك معايا، ويا ريت تبعت لي نمره الاستاذ محمود. حاضر. وكانت معاك رندا البحيري من برنامج يا نشأت. يا والله العظيم ثلاثة المكالمة كلها الواحد قاعد مش على بعضه. ايه بتقول ايه بتقول ايه؟ بقول لك المكالمة كلها الواحد قاعد مش على بعضه الظروف اللطيفة اللي احنا فيها دي، وبعدين المكالمات دي بتيجي كتير قوي وتلاقيهم بيتكلمونا فعلا بمريئة مش مصدق والله يعني يا جماعة ده. انت لما سمعت المريخ صدقت؟ انا ايه؟ صدقت ان احنا ممكن نعيش في المريخ؟ انا ماليش دعوه بالمريخ، انا الارقام لوحدها لطشتني، مش مركز بقى في الباقي، انا مالي انا اعيش في ايه؟ انت عارف ايه مكرم صدقت ان في بجد ارض في المريخ، ان احنا هنعيش يا هناك سلام. والله العظيم وحياة ربي، اصل ايه طيبه صدقت ان بجد والله صدقت ان احنا هنعيش في المريخ اقسم بالله. والله قالت لي ازاي؟ اليومين دول ايه كل حاجه كل بتتصدق حاجه فعلا. بتصدق والله اليومين دول. لا بس الحمد لله احنا مبسوطين على الارض الحمد لله، وفي أيوة، مصر الحمد لله. حبيبتنا. احنا مش ناقصين. قول بقى حاجه للمشاهدين في رمضان عشان نقول لهم كلمتين حلوين عشان هم سامعيننا وشايفيننا دلوقتي. والله يعني عايز اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب رمضان يبقى شهر خير عليكم جدا يا جدا. رب. وعايز اقول حاجه مهمه جدا والله في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، اي حد مهما كان مزنوق ومهما كانت الظروف صعبه عليه ومهما كان عنده مشاكل، اي حاجه في اي لحظه يطلعها لله هتفرق كتير جدا 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 معاه. ونعم بالله. يطعم حد، يعمل حاجه للخير، حتى لو هو مزنوق ربنا بيفك الزنقه بالصدقات. صح ربنا بيفك الزنقه لما بنطعم حد، بتيجي من عند ربنا لوحدها والله العظيم. صح. انا يعني اوصيكم ونفسي بالموضوع نعم. ده في ظل الحاله الاقتصاديه الصعبه اللي احنا كلنا بنمر بيها يعني، ده بجد. وكل سنه هم كلهم طيبين وبخير يا رب. وانت طيب وبخير وكل حبايبك بخير يا محمد، وشكرا قوي 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 ان انت دخلت معانا المكالمه دي، وميرسي على ربنا يخليكي، ده انا اللي متشكر ليكي جدا ربنا جدا والله، يخليك. فرحتيني وبسطتيني جدا، ودايما كده متالقه وفرحانين بيكي كلنا بكل الشغل اللي انت بتعمليه. ربنا يخليك يا محمد، تسلم تسلم بجد، شكرا ربنا يخليك، شكرا الله بجد. يخليك. اشوفك على خير. متشكر جدا. يلا الله باي باي يخليك. باي مع باي 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 السلامة. باي. مع السلامة. وكان معانا الجميل المحترم الطيب بجد والله، يعني محمد نشأت من اكتر الناس، يعني انا قلت ده في المقدمه بس لازم اختم بيه، محمد من اكتر الناس المحترمه المؤدبه الجميله اللي انا عرفتها في حياتي، مذيع وممثل وراجل اعلامي جميل جدا جدا. اتمنى له يا رب كل الخير في حياته، واتمنى لكم انتوا كمان الخير، واشوفكم ان شاء الله قريب في حلقه جديده، في مقلب جديد، في ضيف جديد ان شاء الله.